ايه رأيكم نعمل النهاردة مع بعض كيكة حلوة جدا مختلفة شوية عن الكيكات اللي احنا بنعملها؟ هنعمل كيكة بالخوخ وكمان هنخلي جواها الكريم باستري او كريمة الباستري او الكاسترد الجاهز. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير صغيرة. عندي صفار بيضة هحطها في الكسرولة اللي انا هحطها على النار على طول، وهضيف عليها معلقة كبيرة من السكر. احنا نعمل مقدار صغير لتقريبا 20 سنتي او 22. شوية من الفانيليا، فانيليا قوية شوية، ومعلقتين من النشا، معلقتين كبار من النشا. بضيف كل المقادير الجافة دي وهضيف عليهم كوباية من اللبن تبقى مليانة. هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. هفضل اقلب فيهم كويس قوي 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 على البارد لحد ما صفار البيض يتخلط كويس جدا مع اللبن، وكمان النشا تتخلط كويس ما يبقاش فيها اي تكتلات. وهرفعها على النار وسط، يعني لا هي هادية ولا هي عالية قوي، لحد ما تدينا قوام الكاسترد العادي اللي كلنا عارفينه. وبالمناسبة تقدروا تستخدموا يعني معلقتين او 3 من كريمة الكاسترد او بودرة الكاسترد الجاهزة، وتبقى كده جاهزة. القوام بيبقى تقيل شوية، هو ده اللي احنا محتاجينه للكيكة. نقلتها بقى في طبق تاني عشان تبرد براحتها، وهغطيها بلاستيك ريب واخلي البلاستيك يلمسها كده عشان ما تعملش طبقة او قشرة من فوق، وبسيبها براحتها تبرد خالص. وبعد ما تهدى بحطها في التلاجة لحد ما اجهز الكيكة نفسها. لمقادير الكيكة بقى عندي بيضتين، وبعد كده هضيف عليهم كيس من الفانيليا، البيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وهحط عليهم نص كوباية من السكر. بعد كده هقلب بس الخليط ده كويس لوحده. تقدروا طبعا تستخدموا الخلاط، الهاند بلندر، اي حاجه عندكم تقدروا تستخدموها. انا استخدمت بايدي لحد ما الخليط شويه لونه افتحها كده شويه. هبدا اضيف باقي المكونات. عندي نص كوبايه من الزيت هضيفها، وبرده هديها تقليبه سريعه كده، وهضيف عليها باقي المكونات. معلقة كبيرة من الخل، وهرجع برضو اقلبها تقليبة سريعة. وبعد كده بقى هضيف اللبن. عندي نص كوباية من الزبادي، وحطيت عليهم ربع كوباية من اللبن وخلطتهم مع بعض كده. طبعا تقدروا تستخدموا الخليط كله لبن، ولكن خففوا لو تستخدموا زبادي خففوه شوية باللبن، مش كله يبقى زبادي. بعد كده هضيف عندي كوبايتين من الدقيق، احطهم بس في المصفى كده، انخلهم على يعني مرتين 3 اللي تفضلوه، والتقليب يبقى بالراحة وفي اتجاه واحد. انا الخليط دوت او الدقيق دوت حط عليه بيكنج باودر، معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. هضيف لكم زي كل المقادير زي ما اتفقنا تحت في صندوق الوصف. بقلب بالراحة، وطبعا الفيديو شوية متسرع، فانا مش دي السرعة الطبيعية اللي انا بعمل بيها الكيكة، عشان يفضل فيها الهواء اللي دخلناه في الاول واحنا بنضرب البيض. كده عندي الكيكة جاهزة. هضيف بقى الكريمة بتاعتي بعد ما بردت خالص، اديها ضربتين كويس كده بالمعلقة عشان ترجع قوامها كويس زي ما انا محتاجاه. وبعد كده هنقلها في اي كيس. عندي كيس تلاجة، القمع بتاع بلح الشام، اي كيس متوفر عندكم. وبكون مجهزه الصينيه زي ما قلت لكم. الصينيه دي مقاس 20، تقدروا تستخدموا مقاس 22 24، بس ما تكتروش عن كده او ما تكبروش عن كده. بضيف بقى كل مقادير الكيكه في قلب الصينيه، وبجيب بقى الكريم باستري دوت بحطه على الوش كده بشكل عشوائي. عايزين تعملوه في دواير خطوط براحتكم خالص. بوزع عليه بقى شويه من الخوخ، تقدروا تستخدموا كمثرى او تفاح. واختياري حطيت عليه كمان شرايح رفيعة من اللوز، دي اختياري مش اجباري خالص. وتقدروا كمان تستغنوا عن الفاكهة سواء خوخ او تفاح، وتعملوا الكيكة بس بكريمة الباستري. بتطلع طعمها خطير يا جماعة. بتطلع بقى من الفرن زي اي كيكة على 180. الفرن بيبقى متسخن من وانا بجهزها. بضيفها بقى لحد ما بتستوي معايا تقريبا 35 ل 40 دقيقة. اديها بس رشة بسيطة كده من السكر، وبتبقى ده الشكل النهائي بتاعها. بتبقى كيكة طعمها لذيذ جدا، يعني بين الكيكات العادية وبين الكيكات اللي ممكن ناكلها كحاجة حلوة. بيبقى جواها الكريمة كده، تحسوا ان هي طرية وفيها طبقة كريمي كده. ماما وصف لكم فيها، يعني لازم تجربوها بنفسكم. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.